كعادة اللي بيشتغلوا داخل الوسط الفني، كل ما بيختفي النور عنهم شوية يطلعوا يخبطوا في الدين، وكأن الدين ده هو الحيطة المايلة بتاعتهم. الممثلة فيدرا طالعة النهاردة يا سيدي وبتهاجم مصليات النساء اللي موجودة داخل المساجد، وبتقول لك ليه عاملين لهم باب خلفي زي باب الخدامين؟ ليه ما بيحترموش النساء وعاملين أبواب المصليات بتاعتهم من الخلف؟ السؤال اللي أنا مش لاقيه له أي رد، هو ليه دايما المكان المصلى بتاع الستات بمدخله جانبي كده، زي ما يكون مثلا مدخل عارفين باب المطبخ؟ احنا ليه كستات رايحين نصلي في الجامع بنتعامل معاملة المواطن الدرجة الثانية؟ واحراج مذيعة في البرنامج على الهواء من متصلة بتتصل بيها وبتقول لها انت طالعة بتتكلمي في الدين وبتمدحي في النبي وانت مش لابسة حجاب، ورد قوي وعبقري جدا من المذيعة دي على المتصلة. هو انت ازاي قاعدة بين الشيوخ وعاملة قاعدة في حب النبي وانت مش محترمة حتى الناس اللي انت قاعدة معاها؟ تابع معايا حلقة النهاردة للنهاية قبل ما تشرفني برأيك في التعليقات، ولكن بعد ما نوحد الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده. انا اخوكم مدحت رمضان، فضلا وليس امرا. يا ريت قبل ما تشرفني برايك في التعليقات تكمل معايا الحلقه للنهايه علشان تفهم تفاصيل الموضوعين اللي معانا، وبعد كده يشرفني رايك في التعليقات. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، كل ما اللي شغالين في الوسط الفني بيختفي عنهم الضوء شويه بيطلعوا يخبطوا في الدين. ممثله مصريه اسمها فيدرا نشرت بوست او نشرت منشور على حسابها في انستجرام، وقالت كلام غريب جدا بتهاجم فيه مصليات النساء اللي موجوده داخل المساجد. تعالوا في البدايه نعرض لكم كلام فيدرا وبعد كده نرد عليها واحده واحده. انا عندي سؤال. احنا طبعا عارفين ان احنا في الجامع الستات بتصلي بعيد عن الرجاله واحنا بنبقى منفصلين وكل حاجه، بس هو السؤال اللي انا مش لاقيه له اي رد، هو ليه دايما المكان المصلى بتاع الستات بيبقى صغير ومكتوم ومتقفل بحواجز ومدخله جانبي كده، زي ما يكون مثلا مدخل عارفين باب المطبخ versus باب البيت؟ احنا ليه بنتعامل كده؟ احنا ليه كستات رايحين نصلي في الجامع بنتعامل معاملة المواطن الدرجة الثانية؟ يعني ليه المصلى بتاعنا ما يبقاش يشرح؟ ليه المصلى بتاعنا ما يبقاش مدخله حلو وجميل زي مدخل مصلى الرجالة؟ ليه ده مش متحقق للست؟ يعني ليه انا كمسلمه النهارده داخله اصلي اتعامل معامله مواطن درجه تانية؟ يعني تلاقي الرجاله عندهم براح مرعب. اوكي ماشي، في رجاله اكتر بتروح بتصلي وصلاه الجمعه والكلام ده كله احنا عارفينه، بس ماشي اعملوا لنا حاجه اصغر لان احنا اقل، لكن اعملوها حلوه، اعملوا مدخلها محترم، اعملوا مدخلها حلو، مش مدخل كده على جنب تحس ان هو يعني ناس يعني مش مهمه اللي داخله تصلي دي. الست دي كائن مش مهم، تدخل بقى من مدخل جانبي كده، الباب الوراني، احنا داخلين من الباب الوراني. ليه مش فاهمه؟ ارجوكوا يعني اعملوا حساب الستات شويه، مش هيجرى حاجه لو عملتوا حاجه حلوه للست وهي رايحه تصلي. اول نقطه يا استاذه فيدرا حابب انبه حضرتك عليها، بما انك مسلمه يعني وعايزه تخش الجامع تصلي، فحضرتك المراه المسلمه ما ينفعش تصلي بالمكياج، وبرده ما ينفعش تصلي بشعرها كده، لازم تكون لابسه حجاب. انا حبيت بس انبه لحضرتك الكلام ده علشان بعض الناس اللي بتقول لك ان الحجاب في القلب والكلام ده، وبما انك مسلمه فكان لازم تعرفي ده في البدايه. تاني نقطه يا استاذه فيدرا، وبما انك برده مسلمه، احنا كمسلمين عندنا العبادات توقيفيه. بمعنى ايه توقيفيه؟ بمعنى ان الصلاه زي ما ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام لازم نعملها زي ما هي، ما ينفعش نخترع فيها على حسب الهوى ونجود يعني ونقول احنا ممكن نعمل حاجه احسن من النبي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في موضوع صلاه النساء في المسجد سواء للفرض او النافله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى كل الرجال ان هم يمنعوا زوجاتهم او بناتهم او امهاتهم ان هم يصلوا في المسجد جماعة. لكن برضو في نفس الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه الرجالة ان هم يمنعوا الحريم ان هم يصلوا في المسجد، قال ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. اما المرأة فالفريضة والنافلة الاصل انها في البيت. المرأة الاصل الفريضة والنافلة في البيت، وفي بيتها افضل. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الذين بجانب المسجد، والصلاة في المسجد ب1000 صلاة، ومع هذا قال صلاتها في بيتها خير لها. فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. هذا في المسجد الفاضل وهو مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لنساء المدينة: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجدي الذي فيه الصلاة ب1000 صلاة. إذا في البيت أفضل من 1000 صلاة. فالأصل في المرأة أن تصلي في بيتها. طيب لو أردت أن تصلي في المسجد لا يجوز منعها، لا يجوز لزوجها أن يمنعها، لا يجوز لزوجها أن يمنعها من أداء الصلاة في المسجد، لا يمنعها. يبقى الأصل هنا يا أستاذة فطرة عن موضوع صلاة المرأة في المسجد، فالأصل إن هي صلاتها في البيت أفضل وأولى، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا إن إحنا نمنعهم لو عايزين يصلوا داخل المسجد. النقطة اللي بعد كده يا أستاذة فطرة، حضرتك معترضة على الباب الخلفي اللي عاملينه لمصليات النساء. حضرتك الشرع بيحافظ على المرأة المسلمة، يعني إزاي حضرتك يخلي باب مصلى النساء جنب باب الرجالة بالظبط؟ ده حفاظا عن المرأة المسلمة، عشان ما حدش يبص عليها والرجالة داخلة تصلي، او علشان ما حدش يضايقها. فالموضوع ملوش علاقة بان النساء جنس اقل من جنس الراجل، بالعكس ده تكريم للمرأة. وطبعا بعد الفيديو اللي نشرته فيدرا ده على حسابها، انقسمت الناس كالعادة قسمين: ناس معاها وبتوافقها الرأي وناس ضدها. فدلوقتي يشرفنا رأي حضراتكم حوالين الموضوع ده في التعليقات، ومنه بقى نخش للموضوع التاني. متصلة بتحرج مذيعة على الهواء احراج قوي جدا. كانت المذيعة عاملة حلقة دينية وبتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاها شيوخ، فجالها اتصال احرجها على الهواء. خلونا نسمع كده الاتصال ونرجع. هو انت ازاي قاعده بين الشيوخ وعامله قاعده في حب النبي وانت مش محترمه حتى الناس اللي انت قاعده معاهم؟ ازاي مش محترماهم؟ هل حضرتك، طب بعد اذنكم ما حدش يقطع عليا الخط بس معلش. انت ازاي اصلا قاعده بشعرك بين الناس ومش محترمه حتى الناس اللي انت قاعده معاهم؟ تمام. عندك حاجه تانية عايزه تقوليها ولا ارد عليكي؟ المفروض تكوني لايقه بالمكان اللي انت قاعده فيه والناس اللي انت قاعده وسطيهم. مفيش مشكله خالص، انا هرد عليكي. اولا بشكرك ليكي طبعا انك تقولي رايك وانا من حقيقه اتقبله طبعا، لاني انا في الاول وفي الاخر انا مذيعه، وزي ما في ايجابي في سلبي. واعتقد الحمد لله رب العالمين انا بعرف ديني كويس جدا، والحمد لله عارفه ان الحجاب هو فرض على كل مسلمه. ولكن مع احترامي الكامل لراي حضرتك، انا مش هلبس حجاب علشان انا قاعده مع شيوخ. انا لو هلبس الحجاب هلبسه عشان ربنا سبحانه وتعالى، مش لمجرد ان انا قاعده مع شيخ. وادعي لي ان ربنا يهديني ويهدي كل بنات المسلمين ان شاء الله. طبعا مفيش شك ان اتصال المتصله دي هو صحيح بشكل عام، يعني ان المفروض الواحده ما ينفعش تطلع بالمنظر ده، لازم تكون محجبه، وده يعني ده اساسي لان الحجاب فرض. ولكن بعض الناس شافت تحامل المتصله دي على المذيعه، وناس تانية شكرت المذيعه على الرد. وانا رايي بصراحه رد المذيعه رد قوي وعبقري جدا. انا بحترم الحد اللي ما بيطلعش ما بيطلعش يعاند في المعصيه، بيبقى عارف ان هو يعمل معصيه ويطلع يحللها لنفسه. ولكن انا بحترم الراجل اللي بيبقى عارف ان هو بيعمل معصيه وبيتمنى ان هو يتوب عن المعصيه دي. فالمذيعه هنا اعترفت بفرضيه الحجاب وبتتمنى ان هي تلبسه، فده بيبقى افضل عندي من الشخص المكابر المعاند زي باقي الاعلاميين والفنانين. وفي النهايه بنسال الله السلامه والعفو والعافيه. بس يا صديقي لحد هنا وصلنا لنهايه الحلقه، وبشكرك كتير لو وصلت معايا للثانيه دي من الفيديو. وفضلا وليس امرا يا ريت تساهم في نشر الوعي وتعمل نشر ومشاركه للحلقه دي في كل مكان. واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده قادمه. ولحد الوقت ده بسيبكم في رعايه الله وامنه وحفظه. كان معاكم اخوكم مدحت رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.